هذا الرجل قتل 93 امرأة خنقا، وهذا العدد هو ما أراد أن يخبر به الشرطة فقط. فكان يملك ذاكرة حديدية مرعبة ومخيفة، فقد ذكر للشرطة كل تفاصيل ضحاياه من أسمائهم وصفاتهم وملابسهم وحتى رائحتهم، حتى أنه رسم بدقة مخيفة وجوه ضحاياه للشرطة وهو يستمتع بالأمر، وكان يقص عليهم قصص قتله لضحاياه وكأنه يروي قصة ما قبل النوم بشكل أرعب وأخاف المحققين. لا يملك ذرة إنسانية أو ندم أو خوف أو حزن أو حتى تعاطف مع ضحاياه. إنه أحد أخطر سفاحين أمريكا، بل إنه لقب بالقاتل رقم 1، أي أخطر قاتل في تاريخ أمريكا كلها. سامويل ليتل قتل 93 امرأة وسجن لمدى الحياة، ولقب بعدو الإنسان الأول في العالم كله. هذا هو سامويل القاتل رقم 1، يتذكر تفاصيل ضحاياه، من طولهم ووزنهم وشكل وجوههم وشخصياتهم ورائحتهم. 93 امرأة لم ينسى واحدة فيهم، ويمكنه أن يصف كل شيء حوله. كانت جميلة ببشرة براقة جميلة وعيون عسلية كالعسل، وكانت طويلة بالنسبة لامرأة، حوالي 175 سنتيمتر تقريبا، بجسد جميل، وكانت صدوقة للغاية. وكم تعتقد كان وزنها؟ كانت حوالي 68 كيلو تقريبا. وكم تعتقد كان عمرها؟ كان عمرها حوالي 30 عاما تقريبا. منذ نعومة أظافره كانت تراوده فكرة خنق الفتيات في المدرسة والشارع. كان مهووسا ويريد تجربة الأمر مهما حدث. ولد سامويل في السجن بولاية جورجيا الأمريكية حينما تم سجن والدته وهي حامل به بتهمة ممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات، فقد كانت تتعاطى المخدرات وهي حاملا به. وحينما ولدته تم إرساله إلى جدته التي قامت بتربيته. بدأ سلوكه المنحرف والعنيف يظهر عليه منذ الطفولة، فلم يعرف هل هذا بسبب عدم وجود أسرته أم بسبب تعاطي أمه للمخدرات وهي حامل به، فربما قد أثر على تكوين مخه. كان يهرب من المدرسة ويتورط في قتالات شارع، بالإضافة إلى تحرشه بالفتيات. يطرد من المدرسة بعد أن تم القبض عليه في جريمة اقتحام منزل وهو بعمر 15 فقط، ليعيش في سجن الأحداث ل5 سنوات. وطول حياته نشأ لديه كرها شديدا جدا لأمه بسبب عملها كعاهرة، حيث كان يضايقه الأطفال منذ طفولته في الشارع والمدرسة وكل مكان، وكانت الطريقة الوحيدة لإيقاف تنمرهم عليه هي العنف والضرب. لذا نشأ لديه كرها شديدا للنساء وخصوصا العاهرات. كان يرى في خياله المريض وهو يخنق النساء ويستلذ بخنقهم، ويشتري المجلات المشبوهة التي تنشر صورا لفتيات مخنوقة أو لجرائم خنق وقتل حقيقي للنساء. كان يقبض عليه مرارا بتهم العنف، وحينما بلغ 28 كان قد تم القبض عليه 30 مرة في أكثر من 11 ولاية أمريكية بتهم السطو والسرقة والاعتداء والاحتيال. وهنا اتخذ قرارا مصيريا أن يحقق حلم طفولته، لا أن يصبح طبيبا أو أن يكمل تعليمه، لا، أن يحقق خيالاته المريضة على أرض الواقع، ويقتل النساء خنقا، وأن يقتل أكبر عددا ممكنا من النساء. بدأ يخرج ليصطاد ضحاياه من بائعات الهوى، فكان يقابلهم في الحانات ويعرض عليهم الخمور ويعاملهم معاملة طيبة للغاية، ويقضي معهم عدة ساعات، فيذهبوا وهم مطمئنين تماما، ثم يقود باتجاه مكان نائٍ وبعيد، وفجأة يسدد ضربة خاطفة لهم باتجاه رقبتهم فيفقد الوعي فورا، ثم يصطحبها لخارج السيارة ويبدأ في خنقها، فتستيقظ الفتاة وهي تجده فوقها، وآخر ما تراه في حياتها وجهه وهو مبتسم ومنتشي من السعادة الجنسية بسبب خنقه لها. كان ذكيا للغاية،
فلم يكن يرتكب جرائمه في مكان واحد أو في ولاية واحدة، حتى لا تلاحظ الشرطة اختفاء عدة سيدات من مكان أو شارع واحد. وكان يختار ضحاياه بدقة، فكان يقضي معهم الساعات قبلها ليعرف كل تفصيلة عنهم، ويطمئن تماما أنهم ليست لديهم عائلات ستبحث عنهم إن اختفوا. لذلك استطاع الهروب من الشرطة لفترة طويلة جدا تجاوزت 35 عاما. كانت الشرطة في عام 2000 قد بدأت في إنشاء قاعدة للحمض النووي، وفيها تحتفظ الشرطة على حاسب آلي متصل بالدولة كلها بكل الأحماض النووية في كل الجرائم المعروفة والغير معروفة. في عام 2012 كان سامويل يقيم في مركز للمتشردين، وقبض عليه بالصدفة بسبب حيازته للكوكايين. وأثناء ترحيله طلب أحد الضباط أن يخضع لاختبار الحمض النووي، فضحك باقي الضباط وقالوا له إنه مجرد متشرد مدمن، لماذا سنكلف الدولة اختبارا لهذا الشخص التافه؟ ولكن أصر الضابط على إجراء الحمض النووي، وكانت الصاعقة. تطابق حمض هذا الشخص التافه مع الحمض النووي لقاتل في 3 جرائم قتل ل3 نساء وقعت بين عامي 1987 و 1989 في لوس أنجلوس. ولكن نفى سامويل هذه الجرائم وادعى أنه بريء، واتهم في 3 جرائم وحكم عليه بالسجن المؤبد، وظل يبكي في السجن ويتهم الشرطة بتلفيق الجرائم له. وفي عام 2018 كان قد وصل سامويل لعمر 78 عاما، وبدأ يشعر أنه على وشك الموت. استدعى المدعي العام وأخبرهم أنه يريد الاعتراف بشيء ما. كانت الصدمة المفزعة والمخيفة، والتي جعلت المدعي العام يشعر أنه في كابوس مرعب. لقد قتلت 93 امرأة يا سيدي، وأنا مستعد للاعتراف بكل شيء. ظنوا لوهلة أنه يكذب عليهم، ولكن بدأت الشرطة تستلم اعترافاته وتتأكد من كل كلمة يقولها، فقد كان يقول لهم أسماءهم ومواصفات شكلهم وصوتهم ووزنهم وطولهم وملابسهم، وأين قتلهم ومتى قتلهم. وباليوم والساعة وعلى مدار 700 ساعة اعترف بكل شيء، وأغلقت عشرات القضايا العالقة، حتى أنه رسم وجوه ضحاياه باحترافية شديدة. ويحاكم مرة أخرى سامويل ويحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي عام 2020 يموت سامويل في السجن بسكتة قلبية بعد أن قتل 93 امرأة وقضى في السجن 8 أعوام فقط.